كيف استقر خوسيه ريبيرو على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة؟ كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود نية قوية لدى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو للدفع بالحارس الدولي محمد الشناوي بشكل أساسي أمام غزل المحلة في مباراة اليوم في الدوري الممتاز، على أن يمتد ظهوره أيضا في مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري. وقال أمير هشام خلال برنامجه بلس 90 عبر قناة النهار أن مشاورات جرت بين الشناوي والجهاز الفني خلال الأيام الماضية أسفرت عن زيادة فرص مشاركته بشكل كبير في المباراتين المقبلتين بالدوري قبل انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم. وأضاف أن الأهلي سيفتقد خدمات كل من إمام عاشور وياسين مرعي وياسر إبراهيم أمام غزل المحلة، مع احتمالية استمرار غيابهم عن مواجهة بيراميدز أيضا، موضحا أن الجهاز الفني يرفض التعجل في عودتهم إلا بعد التأكد من جاهزيتهم بنسبة 100%. وأشار إلى أن التشكيل الأقرب للأهلي في لقاء اليوم سيشهد مشاركة كريم فؤاد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، وعمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع، مع احتمالية الدفع بكوكا في مركز الظهير الأيسر، مؤكدا أن الجهاز الفني يفكر أيضا في إشراك كريم فؤاد في هذا المركز حال تطلب الأمر. ويأتي ذلك في ظل سعي الأهلي للحفاظ على انطلاقته القوية في الدوري وسط ضغوط الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخرا، حيث يسعى ريبيرو لتجهيز العناصر الأساسية مبكرا قبل الدخول في مرحلة المباريات الحاسمة محليا وقاريا، إلى جانب استعدادات المنتخب الوطني. تعليق مثير من شوبير على اختيار ريبيرو قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة. علق الإعلام أحمد شوبير على اختيارات خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لثنائي حراس مرمى الفريق مباراة غزل المحلة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء في إطار مواجهات الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي: ليه تحفظ على قائمة الأهلي مباراة غزل المحلة، ولا بد أن يكون في 3 حراس مرمى في قائمة تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث لمحمد الشناوي أو مصطفى شوبير. وتابع: لابد أن يتواجد محمد سيحة مع الثنائي الشناوي وشوبير، ويجب وجود 22 لاعبا خلال معسكر الفريق سواء داخل أو خارج القاهرة. واختتم: هناك إقبال جماهيري على لقاء الأهلي مع غزل المحلة، وأعتقد أنها أكثر مباراة ستشهد حضورا جماهيريا منذ بداية الدوري.